السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قصة جديدة تاع متابعة اللي راهي تقول باللي راني حابة نصائح من المستمعين. أنا ليندا من الشرق الجزائري متوسطة الجمال. عشت طفولتي عادية كأي طفلة جزائرية نورمال. كنت مدفوقة في قرايتي ونحب نقرا، وكنت نخاف نخسر فيها ويبطلوني ويزوجوني. كنت نقرا الليل مع النهار باش نحافظ على الرتبة تاعي، وكان خاطيني قصص الحب والتمسخير. انا اصلا كانت لبستي يعني خيرها لي بابا، بمعنى ما كنتش نلبس مليح، وكان خاطيني المكياج والتمسخير. فوت الباك وجبت معدل مشرف، وفرحت وفرحت والديا. وكان بابا دايما يهدر عليا ويقولهم بنتي تقرا ومتربيه، كون يرسلوها تقرا في الخارج نخليها تقرا، نعرف بنتي كيفاش دايره. المهم سجلت في جامعة الجزائر، ودرت مدرسة عليا التخصص اللي حبيته، وكنت في الجامعة قراية وخلاص، ما نخمم في والو معايا ويشروا لي الولاد ما كنتش نقيمهم. نسيت ما قلت لكمش، بعدها وليت نلبس مليح في الجامعة، وكان خويا الجندارم يمد لي دراهم، ما كنتش كامل نحتاج دراهم. كنت ندير حجابات نجي ما شاء الله، وكامل يموتوا عليا صحاباتي اساتذة. كنت محترمة ومحبوبة. انا على حساب ما جربت هذا النور ومحبة الناس ليا كانت بسبب قيام الليل وصلاة الفجر وحفظ القرآن. كنت متمسكة بزاف بديني والله أعلم. نحكي لكم شوية على مواقف صراولي في الجامعة. واحد النهار كنت مر البلوك نحفظ في واحد الموديول تاع الحفيظة، حتى دورت راسي لقيت كتاب سحر كي شغل على حساب ما عرفت كان تحت الترابولة، بليش كون نبش عليه وجبدو. كي شفتو بديت نستغفر ورحت للشومبرة. من هذاك النهار ما شفتش الخير. مرض واحد المرضى كحلة، تخيلوا نبات قاعدة حتى الصباح، نوض ديريكت نروح نقرا، حتى بداو يرقولي دارنا، وخرجت قاع من الجامعة وكراولي دارنا حتى ريحت باش رجعت للإقامة. من تما زدت مسكت بالدين تاعي، ولا المصحف كاع ما يخطينيش، ولي دايما الاذكار ما ننساهمش. المهم يا البنات كملت قرايتي ومام الاولاد، علاش غير البنات برك اختي. جا وقت الميموار تاعي بديت نخدم مع واحد الدكتور، والموضوع تاعي جزء من لا تيست تاعو، بدا يعاوني ونخدم انا وياه لي تيست، يوجهنا البروف تاعنا وحنا نخدمو مع بعض في لابوراتوار، ولا مهتم بيا. دا نيميرو تاعي وقال لي كي تجي اللابو عيطي لي كاش ما نعاونك. انا ما وليتش نعيط له نحشم، بصح هو يعيط ويسقسيني وراكي واصله وش راكي دايره فيها. وراكم عارفين الرجال كيحبوا يصيدوا طفله، بصح ما كانش يتعدى حدوده معايا. المهم عاوني بزاف، وصل حتى دار لي تيست توعي ودارهم لي في فرنسا، بالطبع راح عنده صوالح ماشي على جالي. المهم وصل الوقت وكملت الميموار تاعي وسوتنيت وديت انا اعلى نقطه، وفرحت وفرحت والدي حتى هو فرح بزاف معايا. كملت وختمت ورقية ودخلت نخدم، وبدا السيد يعيط لي ويسقسي عليا، يقول لي والفتك في لابو انتي شغل كنتي معايا والفتك هكاك وكامل الصفات تاع الزوجة صالحة فيك. بديت نحشم كي يهدر لي هكا، كنت مقادراته وكنت نقوله مسيو، ما نقولوش اسمه، هو اسمه محمد. بدا كل يوم يعيط لي ويسقسي عليا حتى والفتو، وحسيت روحي حبيته. واحد نهار قال لي واش رايك كون نجي عندك ونشوفك. في الاول رفضت وقنعني حتى قبلت. تلاقينا والله غير جاب لي كل خير، تحسب جاي يخطب. قلت له وش بيك جبت كامل هذا الشيء؟ خلعني. قلت له ما نديهمش، دوك دارنا يقولوا لي كيفاش انت راكي استاذه وتصرفي على روحك، منين جاوك هادو؟ المهم شافني وحسيت الحب في عينه. على بالي تقولوا لي هذه اللي شاده في دينها، بصح لا غالب الانسان يضعف خطراته. ما لقيتش حل، قلت خليه يشوفني بالك يكون من نصيبي، هذا وش خممت ما كذبش عليكم. المهم فات هذاك النهار ورحت محملة للدار. ماما خلعت كي شغل فاقت هي وخواتاتي، بصح ما يبينوليش. المهم زدت انا حبيته حتى هو هبل عليا، قال لي حاب نكون معاك تدفنيني ولا ندفنك. فرحت قلت له قابلة. بديت نحكي معاه، فوتنا عامين مع بعض وبداو الخطابة يخطبوا فيا، هذا رايح هذا جاي وانا نرفض. قلت لهم مازال، حتى هو يقول لي مازال حتى ندخل نخدم ونجي ما نقدرش نجي. يحاوزني باباك يقول طامع في بنتي وانا غير صابرة. زاد الحق العام الثالث جا خطبني واحد فاميلتي قيادة في الجيش، بابا عجبو وقال لي اقبلي راكي كبرتي والفرصة هذه ما تتعودش. قلت لهم لا لا. قال لي صاير راني مديتك ونهار الجمعة يجي يشوفك. انا خلعت قلت له كيفاش تمدني بلا ما تديرها هي؟ قال لي انت راكي صغيره وما تعرفيش صلاحك، كنت تعرفي صلاحك كون قبلتي. المهم جاو بالجمعه شافوني عجبتهم كامل وهضروا عليا وداروا المهر والخاتم وكلش. تقول لبنى الفصيله
وين ما طلعت لي نديرها ما تضحكيش عليها برك. المهم اختي ماشي بروبلام. المهم دوموند نيميرو تاع التليفون تاعي وما حبيتش نمدولو، قلت لهم حرام حتى نعقدوا وانا قاعده نهضر مع الاخر ونكذب عليهم يعني. المهم فاتوا 4 شهور وقرروا يديروا العرس. جا وقت العقد خرجنا الوراقي، راكم عارفين عيطت لي عجوزتي قالت لي قالك عبد الحليم راكي قابله تكوني زوجه لي ولا لا؟ قلت لها ديريكت مانيش قابله من الاخر وحبوا يزوجوني بالسيف وانا مازال عندي مشاريع في راسي. المهم هما تصرفوا باحترام، قالوا البابا نحبسوا ماهيش قابله البنت وما تسيفش عليها، وقنعوه كي شغل غير باش ما يضربنيش، وسمحوا في كلش هما لاباس بيهم. وبقات العلاقه عاديه ما عداوناش. والطفل هذا مازال دوكا متزوج، قالهم لازم وحده نعرفها ما تغبني ما نغبنها، ومازال ما لقاش مسكين ربي سهله وربي رزقه بنت الحلال. المهم فات عام على حكايتي، السيد مازال ما جاش خطب. انا تقلت قلت له روح خطبني طولت، قال لي قريب نجي ان شاء الله. المهم في هذاك العام دخل يخدم، وجاه العام الاول صعيب، دخل استاذ في الجامعه ودخل تيتولار كي شغل ربح كونكور. المهم زاد جا خطب واحد اخر. هنا بابا قرر يزوجني باي طريقه، قال لي تقبلي تتزوجي تحوسي ديري لي التبهديل. جاو خطبوا وكلش كملوه، بدات ماما تجهز لي كلش تخيروا هي، وانا معاها جسد بلا روح. حكيت لمحمد قلت له حبوا يزوجوني، قال لي الرفضي قريب نجي ما تتزوجيش انا نديك ان شاء الله. المهم ماما كلش وجدات وشرت كلش بالطبع، ومن راهم النهارات يزيدوا وهما تاني من عندهم. انا قلت لها والله ما تدي دورو من عندي، كلش خيراتو على قسطوها. تخيلوا يا خوتي كي تقول لي هذه شابه نقولها خيري واش يعجبك. المهم وصل وقت العقد، خرجوا الوراقي وراكم عارفين، قالوا لي غدوة عقدي. قلت لهم ما نعقدش ومانيش حابه نتزوج. قالت لي ماما ما لستر راكي دايره حاجه كي شغل شكت في شرفي. رحت بكيت حتى شبعت، قلت لها غدوه صباح نروح نديروا شهاده العذريه. درتها، قالت لها طبيبه ما شاء الله. المهم كي رجعت داوني خاوتي وبابا سينيت بالسيف ورجعت للدار نبكي. اهبلت وعيط له هبل، قال لي واش هدايا تتزوجي بالسيف؟ كيفاش هادو اميين؟ كيفاش انا ندير دوكا؟ قلت له دبر راسك عندك شهر في يدك. فات شهر وصل وقت العرس وهو ما داروا والو. داروا العرس وانا تقول جنازتي ماشي عرسي، حتى شكوا فيا الناس كش ما دايره، وداروا فيا واحد الهضاري بزاف وكلت ربي، وخرجت لهم كامل في بناتهم. هذه هي اللي يضحك يلحق. المهم كسرت التليفون وداوني، وكي الحق زدت كرهت كتر العائله باينه يحكموا فيها غير نساء باينه كيفاش تكون، وعفتهم تاع الصح وليت غير مشنفه. ما تصدرت ما لبست ما درت والو، بقيت بلا غوب وحده حتى لداري. قلت لهم ماما راهي مريضه، بديت نوكل عليهم في ربي. داوني لداري وحب يقرب لي راجلي، قلت له بقى تم خليني في حالي. سكت ما قال والو، رقد في الصالون وانا رقدت في بيتي. غدوه نفس الشي ما خليتوش يتوشيني تاني، وبديت غير مشنفه. بدا يديني عندي مه بحكم هو عنده دار وحده، وبداو خواتاتو يغيروا مني. تخيلوا الخبز ونحرمت منه. الخبز تخلي عجوزتي في بيت بنتها، وكي نقول لها تقول لي راكي تخلصي اشري بدراهمك، وراجلي هو اللي كان متكفل بمصروف الدار. انا بديت نحكي له، وبعدها قلت نصبر على الجوع وخلاص حتى يجي العشاء ونتعشى ونرقد. وكي نحب ندوش تقولي هادو بناتي اللي طاحوا ناضو خدموا الدوش، ودوك انت تلقاي كلش واجد تقولي روحي دوشي برا بدراهمك، وانا ما يخلينيش نخرج وحدي، الباب ما نفوتوش، الخدمه يوصلني ويجيبني هو. بديت نتغدى في المؤسسه اللي نخدم فيها، وفي الليل تحط العشاء كي تخاف من وليدها، والصباح نشرب قهوه، بصح لازم نطيب قهوتي وحدي، هي طيب وتدير الشمبره مع بنتها، وانا نطيب ونشرب انا وراجلي ونروح الخدمه، ما نرجعش حتى العشيه. كي يقول لي اروحي للدار نقول له حابه نعوض سوايع، المهم نبقى تما نكتب، ولا كما يجيش استاذ نعوض في بلاصتو. المهم شفت الويل وبدا الهم يبان على وجهي. بدا رجلي يرقيلي، هو حاسب كاش ما جن عاشق ولا سحر، معايا يرقيلي والو. كي يجي يقرب لي نبدا نبكي، وانا اصلا كنت نزيد عليها. بديت نغيضو، يقول لي صاي رقدي راح نصبر عليك، وانا نتقطع من الداخل. الحق كان يعاملني مليح، بصح ما قدرتش نخلي واحد يتوشيني من غير اللي حبيته. قلت نموت عذرا وما يتوشيني حتى واحد، كنت مصممة. المهم زادت معاناتي مع امه وخواتاته. تخيلوا هما يضلوا برا
وانا يا الباب ما نفوتوش حتى نخرج نروح عند خالاتي عمامي عماتي وباذنه اكيد. المهم هذا الشيء عادي. المهم خطره جيت عندي ما وشريت تليفون وفتحت فيسبوك حوست عليه بعت له طلب صداقه قبل الصداقه تمتم. قال لي سلام عليكم شكون انت واش خصك. لقيته في حاله داير لي ستاتيو تاع الحزن بدل فوتو دو بروفيل دار واحد يبكي الدم. لقيته داير تصويره تاع الملف الشخصي اعدك يا حبيبتي انني لن اتزوج وساموت اعزبا وستكونين حور العين. المهم بهذه العبارة راني مخلطتها نسيت كيفاش الكلمة تاعها. قلت له أنا حبيتك. قال لي شكون ليندا وبعت إيموجي يبكي. قلت له إيه. قال لي توحشتك وين رحتي هبلت عليك راني نمشي بالدواء. قلت له رايك انت اللي تأخرت. قال لي ظروفي ما سمحتليش. المهم هدرت بزاف. قال لي كاش حمل ولا مازال. قلت له مازالني عذراء نخلع. قال لي وعلاش. عيطي لي ابل ميسنجر بدا يبكي ويعيط. حتى جاتي ما وباباه سمعتهم يقولوا بلي رجعت له حالته. حكيت مع هذوك الايام وقال لي واش رايك كنت تطلقي منه راكي ظالماتو. اصلا الزواج هذا يا خوتي راهو ما يجوزش لازم رضا الطرفين سبحان الله. طلقي ونجي نخطب. قال لي ديريكت وما تخافيش تقولي زعما تزوجت تنساني. قال لي خلاص راح تبقاي ليندا تاع بكري. المهم كي رجعت لداري زاد الهبال تاع عجوزتي وزادت المعاناة حتى لحقت بها. قالت لي شهريتك مديها لي حبيت نجهز لبنتي بيها ولا نطلقك. قلت لها طلقيني دوك اذا حبيتي. عيطت له لدها في تليفون جاي يجري دارت روحها طاحت. قالت له ضربتني وطبعتني. قالت له ما نقبلهاش في داري طلقها دوك ودعوة الشر عليك. ولدها المطيع لي مهما سقساني ما حب يفهم. قال لي خملي قشك نديك درك. خملت قشي ما بكيت ما والو ما حللتو ما والو. وصلني لدارنا قعدت ايامات وصلتني ورقة الطلاق. فرحت دارنا ما حبوش يدوني ورجعوني. ماما تقول لي ما تقعدش معايا وحده مطلقه انا حابه نزوج ولادي. قلت لها صبري ما تخافيش دوك نروح ما نطولش هنا ان شاء الله. المهم بدينا في اجراءات الطلاق. طلقت وانا فرحانه ورجعت لحالتي الطبيعيه. زينت اكثر من اللي كنت. كملت العده وجا خطبني محمد. انا فرحت بزاف حتى والديه فرحوا كي شافوه ولا حالته طبيعيه وعاود يضحك من جديد وجابوا كاع الخير. بصح ما راهوش مخبر دارهم باللي تزوجت وطلقت. قريب عرسنا ان شاء الله راهو في الخارج هو يكمل في السطاج تاعو ونديروا العرس. دعوا لي ربي يسهل لي ان شاء الله نفرح معاه. تقول شكرا اختي لبنى سمحي لي على الاخطاء الاملائيه خبروني على واش درت اسكو صحيح ولا راني غلطه. راني خايفه من الاثم والعقاب تاع ربي سبحانه واسكو صح كي ما رضيتش الزواج باطل. شكرا لكم لانكم سمعتوا هذه القصه. إذا عجبتكم بارطاجوها مع أصدقائكم وديروا جام للفيديو للمزيد من القصص. مع السلامة نلتقي في قصة جديدة إن شاء الله.